بنكمل حكايتنا مع عمر وبيطلب من سيف إن لازم يراقب نجيب كويس علشان الجلسة بتكون تاني يوم. وقتها أمه بتسأله لو كان لاقي حل مشكلته مع أميرة، فبيعرفه عمر إن أميرة مختلفة شوية عن أي ست ومش ممكن هتسامحه بخروجة حلوة. وقتها بتعرفه سلوى إنه يحاول على الأقل يقرب منها زي ما شغال كده على القضية بتاعته. في المكتب يحيى بيسأل دارين عن سبب تأخيرها لحد دلوقتي، وبتعرفه إنها خلاص خلصت شغل، وبتسأله لو كان هيمشي هو كمان. فبيعرف يحيى إنه مش هيقدر ينام دلوقتي، وبتسأله دارين لو كان مش جايله نوم بسبب إنه جلسة عمر بكرة، وأكيد خايف لحسن عمر ما يطلعش براءة لأنه وقتها أميرة مش هتطل. وفي البيت أميرة بتسأل عمر لو كان قلقان بخصوص القضية بكرة، فبيعرفها إنه مش قلقان ولا حاجة ومفيش داعي إنها تقلق هي كمان، وبيعرفها إن أكيد خايفة من القضية لا تطول شوية وقتها الطلاق هيتأخر. وبترد عليه أميرة إنها بتعمل كده علشان حياتهم اتدمرت بسببه، فبيعرفوا عمر إن أكيد الطلاق مش هو الحل علشان ترجع حياتهم كويسة تاني. وبيسألها لو كانت هتيجي تحضر القضية بكرة، فبتعرفوا إنها هتحضر بس مش هتقدر تتأخر عشان بيكون معاها قضية جديدة. ولما بيسألها عمر عن القضية بيعرف إنها قضية اسكندر، وبتسأل أميرة لو كان فعلا اسكندر قتل مراته بحكم إن عمر كان محامي جانيت مرات اسكندر. فبيعرفوا عمر إن العيلة دي ممكن تعمل أي حاجة ولازم تاخد بالها. وقتها أميرة بتعرف عمر إنها قعدت مع الأولاد وعرفتهم بقرار الطلاق بعد ما تخلص القضية. ولما بيسألها الولاد هيعيشوا مع مين، بتعرفوا أميرة إن الولاد هيعيشوا معاها هي. وبيسألها عمر لو كان الأولاد هيعيشوا معاها في المكتب، وبيرفض عمر إن الأولاد يبقوا معاها، وبيعرفها إنه بعد ما يخلص قضيته هيكون فاضل للأولاد أكتر منها. تاني يوم في المكتب رامز بيعرف ولاء إن أميرة في المحكمة علشان قضية جوزها، ويحيى كمان معاها. ولما بتسأله عن وجود يحيى بيعرف رامز إن يحيى محتاج يطمن على مستقبله، لأن بعد طلاق أميرة من جوزها يحيى هيتجوزها. وساعتها ولاء بتعرفه إن لازم ما يسمعش كلام مروة. وقتها رامز بيعرفها إنه يحيى كان بيبوس إيد أميرة في المكتب، وبتنصدم ولاء من اللي بتسمعه، وبتطلب من رامز ما يتكلمش في الموضوع ده مع أي حد. وفي المحكمة بيعترف نجيب إنه خلى رشدي دفع رشوة لعزت علشان يقدر يشتري أرض الدائري بدون علم عمر وقت ما كان عمر المحافظ. وساعتها النيابة بتسأل نجيب عن سبب الشهادة دلوقتي، وبيعرفهم نجيب إنه قبل موت عزت بيومين جاله المكتب وطلب منه يمسك قضيته لأنه هيشهد في المحكمة بموضوع الرشوة، ولكنه مات قبل ميعاد الجلسة. وساعتها نجيب مقدرش يأخر شهادة حق ممكن تنقذ عمر المنسي. في نفس الوقت نادر بيقابل فادي وبيطلب منه يمسك الفيلم الجديد، ولكن فادي بيطلب منه يتكلم في الموضوع اللي جاي علشانه. وبيعرفوا نادر إن طلب يقابله علشان هنا، وبيطلب منه يبعد عنها. وقتها فادي بيعرفوا إن هنا كبيرة كفاية إنها تاخد قراراتها بنفسها، تختار مين أو تبعد عن مين، ولا يمكن يستغنى عنها أو يخونها زي ما عمل كده. وبنرجع للمحكمة تاني، وبيكون عمر منتظر حكم القاضي وبيكون قلقان جدا، وبتطلب منه أميرة إنه يهدى والقاضي هيحكم أكيد بالبراءة. وبيظهر يحيى وبيبارك لعمر، وبيسأل عمر يحيى لو كان عنده شغل النهاردة علشان يجي المحكمة، ولكن يحيى بيعرف عمر إنه بيحضر الجلسة مع أميرة لأن معاهم شغل بعد الجلسة. وقتها عمر بيشوف نجيب وهو ماشي، وبيطلب منه عمر يستناه علشان يبارك له بعد حكم البراءة. وبيقول له نجيب إنه يفرح كام يوم لأنه بعدها هيزعله جدا. وقبل ما يمشي بيطلب عمر الشيك من نجيب. بعدها بيحكم القاضي ببراءة عمر، ومن الفرحة بيحضن أميرة، وبيظهر على يحيى إنه متضايق جدا، وبيطلب من أميرة إنهم يمشوا علشان يكملوا شغل. وفي العربية أميرة بتسأل يحيى لو كان اتضايق من اللي حصل في المحكمة، وبتعرفوا أميرة إن مش مفروض يتضايق لأنها بتكون حركة عفوية حصلت من عمر من فرحته. وقتها يحيى بيرد عليها إن وقت ما عمر كان حاضنها كان بيبص عليه كأنه بيحذره ويعرفه إن دي مراته بتاعته ما يقربش منها. ولكن أميرة بترد على يحيى إنها مش لعبة ولا عروسة علشان تكون بتاعة حد، وإنها لسه مراته على ذمته. وقتها يحيى بيطلب من أميرة بلاش تطول في موضوع الطلاق من عمر. وفي البيت سلوى بتسأل زينة وزياد لو كانوا فرحانين ببراءة عمر، وبيعرفوها إنهم فرحانين ولكن متضايقين دلوقتي لما افتكروا إن أبوهم وأمهم هيتطلقوا بعد ما خلصت القضية. وبتعرفهم سلوى إنهم ممكن يضغطوا على أميرة لأنها بتحبهم جدا، ويعرفوها إن بعد الطلاق هيعيشوا مع أبوهم. بعد ما بتوصل أميرة بيت اسكندر بتكون مستغربة جدا ديكور البيت، وبيطلب منها يحيى إنها تدي شوية ثقة لاسكندر بما إنها المحامية بتاعته. بعدها بيوصل اسكندر وبيطلب يحيى إنهم يراجعوا شوية حاجات مع بعض لأنهم بكرة لازم يكونوا قدام النيابة. وبيسألهم اسكندر لو ينفع إنهم يحضروا مكانه بما إنهم المحاميين اللي بيدافعوا عنه، فبيعرفوا يحيى إن لازم يكون معاهم في النيابة هناك. وبتكون مستغربة أميرة جدا من تصرفات اسكندر، خصوصا إن بنت مراته جانيت رفع عليه قضية علشان تحرمه من ميراث، وكمان قضية القتل ممكن تتفتح، وقاعد عادي كده بيهزر معاهم. وبيسألها اسكندر لو كانت في أي حاجة هتغيره لما هو ياخد الموضوع بجدية أكتر. في نفس الوقت عمر بيكون مبسوط جدا بعد البراءة. وقتها سيف بيسأل عمر لو كان هيرفع قضية تعويض عن الأضرار اللي حصلت له،
ولكن عمر بيكون قرر انه مش محتاج يرفع اي قضية، ومش بيفكر غير انه يرجع فلوسه تاني ويرجع شغله في الجامعة ويفتح مكتب محاماة تاني، بعد ما قرر انه ما يرجعش شغله في المحافظة تاني. وبيسأل سيف لو كان قدر يوصل لحاجة بخصوص منة، وبيعرف سيف انه خلاص قرب يوصل لكل حاجة، بس محتاج يتأكد من كام حاجة كده، ووقتها هيبلغه بكل حاجة. وبالليل أميرة بتسأل يحيى لأنها بتلاحظ إن دايما دارين مدخلة يحيى في كل مشاكلها الشخصية، وبيعرف يحيى إنهم أصدقاء علشان كده بتعتمد عليه في كل حاجة. في نفس الوقت فادي بيوصل لهنا وبيعرفها إنه نادر كان معاه، وبيطلب منه يمسك فيلمه الجديد. وقتها بتعرفه هنا إنها مش ممكن ترجع لنادر تاني، وبتطلب من فادي إنه يكون جنبها الفترة دي. وبعد ما بيوصل يحيى لدارين بتعرفه إن في رسالة وصلت على تليفونها من واحد بيهددها وهو في السجن، لأن دارين بتكون السبب في إنه يتسجن. وبيطلب منها يحيى إنها ما تقلقش، لأن الشخص ده لسه قدامه 3 سنين كمان في السجن. وقتها دارين بتبارك ليحيى على براءة عمر، لأن بكده أميرة هتتطلق ويقدر إنه يتجوزها. في نفس الوقت زياد وزينة بعد ما قرروا إنهم يعيشوا مع أبوهم بيعرفوا أميرة إنهم عارفين إن أبوهم هترجع ليه الفلوس والفيلا وهترجع حياتهم تاني زي الأول. وساعتها أميرة بتكون مصدومة جدا، وبيعرفها زياد إنه بعد الطلاق هيعيشوا مع أبوهم. وبتسألهم أميرة وهي حزينة جدا لو كانوا مش عايزين يعيشوا معاها، فبيعرفها زياد إنهم قرروا يعيشوا حياتهم زي الأول وممكن تيجي تعيش معاهم. وبتطلب منهم أميرة يأجلوا كلام في الموضوع ده. بعدها أميرة بتسأل عمر لو كان قال للأولاد إنهم يعيشوا معاه في الفيلا، وبيعرف عمر إنه ما قالش أي حاجة للأولاد لحد دلوقتي. وساعتها بتسأله أميرة لو كانت سلوى عملت كده، ولكن عمر بيكون متأكد إن أمه لا يمكن تعمل كده. وقتها بتعرفه أميرة إنه أكيد عملت كده زي ما كلمت هنا إنها ما تتدخلش في موضوع الطلاق، يخليها كمان تكلم الأولاد. وبتطلب أميرة من عمر إن يخلي سلوى ما تتدخلش تاني في موضوع الأولاد، وبتسأله عن الطلاق بما إنه أخذ البراءة. وبيطلب من عمر تستنى يومين بس لحد ما ترجع كل أملاكه ليه تاني، وقتها هيطلق أميرة. وبيعتذر عمر لأميرة لو كان ضايقها وقت ما حضنها في المحكمة. وتاني يوم النيابة بتعرف بنت جانيت إن لو ما قدمتش أي دليل يثبت إن اسكندر قتل جانيت، ساعتها النيابة مش هتقدر تحرم اسكندر من الورث. وقتها أميرة بتعرف النيابة إن نسرين محامية بنت جانيت بتعطل القضية علشان تحرم اسكندر من الورث، ودليل على كده إن مش معاها أي دليل يثبت كلامها. ساعتها نسرين بتجيب فيفان أخت جانيت، وبتسأل النيابة فيفان لو كان معاها أي حاجة بخصوص قضية القتل. وقتها بتعرف فيفان النيابة إن اسكندر قال لها قبل كده إنه محتاج يخلص من القرف اللي هو فيه وبعدين يبقى معاها. وبتسأل النيابة فيفان الكلام ده حصل امتى، فبتقول فيفان ان الكلام ده حصل من 2 سنين، وحصل ما بينها وبين اسكندر علاقة، وكان بيتكلم دايما عن جانيت وقد ايه بيكون زهق من جانيت وعايز يقتلها. وبتسأل النيابة فيفان عن سبب انها ما قالتش ليه الكلام ده وقت القضية، فبتعرفوا منها في الوقت ده كانت بتتعالج من ادمان الكحول. وبيعرف يحيى النيابة ان الشهادة لا تصلح للشهادة وهي مدمنة كحول، ولكن نسرين بيكون معاها اوراق من المصحة تثبت علاج فيفان وانها صالحة للشهادة حاليا. ولكن النيابة بتعرفهم انهم محتاجين دليل مادي علشان يفتحوا قضية قتل جانيت تاني. وساعتها النيابة بتمنع اسكندر من السفر خارج البلاد، وبتوقف قضية الميراث لمدة 15 يوم، ولكن لو ما كانش في اي دليل وقتها هيتقسم الميراث. وفي المدرسة منى بتسأل زياد عن السبب اللي مخليه متضايق، فبيعرفها زياد ان ابوه وامه قرروا خلاص يتطلقوا. وقتها بتطلب منه انه يفكر في نفسه. في نفس الوقت يحيى بيسأل أميرة عن سبب انها متضايقة كده، فبتعرفوا ان الاولاد بيضغطوا عليها علشان ما تسيبش عمر. ومن وقت خروج عمر من السجن وهم دايما معاه وبيحكوا ليه كل حاجه، لدرجه انها ما بقتش تعرف اي حاجه عن الاولاد. فبيعرفها يحيى ان اكيد بعد الطلاق مش هيسيبوها، وانهم بيعملوا كده علشان ما تتطلقش بس. في نفس الوقت نادر بيقابل هنا وبيكون مبسوط جدا ان التصوير رجع علشان يشوفها تاني. وقتها بيدخل فادي علشان يكون مع هنا، وساعتها هنا بتعرف نادر ان فادي يبقى خطيبها، وبنلاحظ انها بتعمل كده علشان تضايق نادر. وفي المكتب بعد ما بتوصل أميرة ويحيى بتكون مصدومة جدا من وجود عمر في المكتب، وبتعرف من دارين إن عمر موجود هنا علشان يعزمهم على حفلة عيد ميلادها. وقتها أميرة بتسأل عمر عن سبب إنه يعمل حفلة لعيد ميلادها، وبتكون مفكرة إن عمر بيعمل كده علشان يظهر قدام الناس إن حياتهم كويسة، وتظهر هي بصورة مش كويسة قدام الناس، لأن بعد ما جوزها عمل ليها حفلة قررت تتطلق. وبيعرف عمر إنه عمل الحفلة علشان يشكرها على وقفتها معاها في القضية، وكمان علشان بعد الانفصال الناس تكون فاكرة آخر حاجة عنهم إنهم كانوا كويسين أوي مع بعض. وساعتها بتوافق أميرة على الحفلة، ولكن بشرط إنه يطلقها دلوقتي. وبيطلب عمر منها تتطلق بعد الحفلة، ولكن أميرة بترفض وبتطلب منه يطلقها دلوقتي، وبعد الحفلة يكملوا باقي الإجراءات بتاعة الطلاق، ولحد بعد الحفلة هيكون الطلاق ما بينهم هم بس. وفعلا عمر بيعمل كده وبيطلق أميرة. في نفس الوقت بيدخل نجاد المكتب. بعدها بنشوف دارين وهي بتطلب من يحيى إنه يهدى شوية، لأن من أول ما شاف عمر في المكتب وهو متضايق جدا. وساعتها بيسأل دارين لو كانت شايفة الموضوع بتاع الحفلة
يكون ايه غير ان عمر متمسك بأميرة. فبتعرفوا دارين ان المهم تكون أميرة مقررة موضوع الطلاق ومش هتغيره. بعدها بنشوف أميرة وهي بتدي ملف قضية دكتور عماد لنجاتي علشان يمسك القضية ويطلب تعويض للدكتور. وقتها بيطلب من أميرة تعشم دكتور عماد قوي بإنه هيجيب له تعويض كبير جدا، لأن المستشفى في آخر أيامها كانت سمعتها وحشة جدا. وبيعرف أميرة إنه هيستغل الموضوع ده في صالحه لو المستشفى ما وافقتش على التعويض. وبتطلب أميرة من نجاتي إن يخف شوية على المستشفى، لأن المكتب هو المسؤول عن قضايا المستشفى. في نفس الوقت بنشوف نادر وهو بيبعت صور فادي لحد كده هنعرفه قدام شوية. وفي البيت زياد بيسأل أبوه لو كان ممكن يعزم أصحابه في حفلة عيد الميلاد، فبيعرفوا أبوه إن ممكن يعزم 1 أو 2 مش أكتر. وبيسأل منها لو كانت هتعزم حد، فبتعرفوا إنها هتعزم خالد صديقها. وساعتها بيعرفهم عمر إنه بعد عيد الميلاد ممكن يرجعوا النادي تاني، لأن بيكون جدد ليهم كل اشتراكات النادي. وبتسأل زين أبوها لو كانوا هيرجعوا الفيلا، فبيعرفوا عمر إن خلال وقت قصير هيرجعوا يعيشوا تاني في الفيلا. وبتكون مستغربة أميرة جدا إنهم عايزين يرجعوا الفيلا، وبتعرفهم إنها هتاخد شقة قريبة من المدرسة بتاعتهم لحد ما السنة تخلص، ووقتها يقرروا يعيشوا فين. وبتتضايق سلوى من كلام أميرة وبتسيبهم وبتمشي. وساعتها بتعتذر أميرة لحماتها. بعدها أميرة بتسأل عمر لو كان قال لأي حد عن موضوع الطلاق، بيعرفوا عمر لو بتسأل عشان يقول أو ما يقولش، فبيقول لها إنه لسه ما اتكلمش مع أي حد من الأولاد أو سلوى. وقتها بيسأل عمر لو كانت قالت لأي حد حاجة، فبتعرفوا أميرة إنها لسه ما قالتش لأي حد حاجة، وإنها منتظرة لبعد عيد الميلاد علشان يعلنوا طلاقهم. فبيقول لها عمر إنه يتمنى استعجالها ده يكون علشان حاجة تستاهل. وواضح من كلام عمر إنه عارف موضوع يحيى وأميرة. تاني يوم عمر بيكون مع سيف وبيطمن على تجهيزات حفلة العيد ميلاد. وقتها عمر بيسأل سيف لو كان وصل لأي حاجة بخصوص منة، فبيعرفوا سيف إن البنت عايشة في شقة إيجار لوحدها، وكمان مش بيكون ليها أي خالة زي ما هي بتقول. وبيعرفوا كمان إنها كانت عايشة مع أمها لحد ما توفت من كام سنة، وبعدها قررت تعيش مع أبوها لحد ما اتسجن. وبيطلع كل كلام منة كدب، لأن أبوها هو اللي بيكون في السجن مش جوز خالتها زي ما كانت بتقول. وساعتها عمر بيسأل سيف عن سبب سجن أبوها، فبيعرفوا سيف إنه مسجون في أكتر من قضية، وآخر قضية كانت اختراق حسابات بنكية. وقتها اسم منة كان في تحقيق النيابة، ولكن أبوها قرر إنه يشيل كل حاجة لوحده. وبيقترح سيف على عمر إنه يقول كل حاجة لزياد، ولكن بيرفض عمر إنه يقول لزياد خصوصا إنه متعلق ببنت. في نفس الوقت زياد بيكون منتظر منة علشان تيجي معاه العيد ميلاد، ولما بيسألها عن سبب إنها جاية من بره مش من البيت، بتكذب عليه إنها كانت بتشتري شوية حاجات، وبتطلب منه إنهم يمشوا علشان الحفلة. وفي الحفلة بيكون عمر وأميرة بيستقبلوا الضيوف، وبتوصل دارين ويحيى وهم جايبين هدايا الأميرة. بعدها بيوصل رامز وبيكون معاه هدية الأميرة هو كمان، وبيسألهم عن ولاء لو كانت جات الحفلة، فبتعرفوا أميرة إنها لسه ما جاتش الحفلة. بعدها عمر بيسأل أميرة لو كان رامز يعرف حاجة عن موضوع الطلاق، فبتعرفوا أميرة إنه ما يعرفش أي حاجة، ولكن عمر بيكون شاكك إن رامز يعرف لأنه كان بيلقح في الكلام. بعدها بتوصل هنا وفادي، وهنا بتسأل أميرة عن يحيى، فبتعرفها أميرة إنه يحيى هو اللي قاعد جنب دارين. بعدها بتوصل ولاء وبتسأل أميرة عن رامز، فبتعرفها أميرة إن رامز قاعد في الحفلة. وقتها ولاء بتسأل رامز عن المشكلة اللي ممكن تحصل بسببه، فبيسألها رامز عن اللي حصل عشان كل ده. فبتعرفوا ولاء إنها شافت البوست اللي منزله عامل منشن لكل اللي معاهم في المكتب، وبيسأل رامز عن الغريب في البوست. فبتعرفوا ولاء إن بيكون كاتب كل سنة وأنت طيبة يا أميرة، خصوصا إن الفرحة اليوم فرحتين، عيد ميلادها وانفصالها عن جوزها، وكمان ارتباطها الرسمي بالأستاذ يحيى علام. وبيظهر على رامز إنه مصدوم من اللي بيسمعه من ولاء، خصوصا إن البوست على صفحته الشخصية. لو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب تحمل المسلسل كامل هتلاقي رابط موقع في الوصف تحمل من عليه المسلسل حلقة حلقة وكل الأفلام اللي انت عايزها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.